العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. مجلس الإقليم الأوسط يعقد اجتماعه الدوري. تقديم جائزة في توراري للطلاب المتفوقين في الإقليم الأوسط. انعقاد مؤتمر شباب الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في أوروبا. تشاد تأمر السفير الألماني بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. الصين تبدأ مناورات عسكرية في مضيق تايوان هدفها الاستعداد القتالي. وكوريا الشمالية تعلن إجراء اختبار آخر للغواصة النووية مسيرة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد مجلس الإقليم الأوسط اجتماعه الدوري 21 في 4 من أبريل تحت شعار بقوة جهدنا نرتقي بالتنمية. وأشار رئيس المجلس السيد أبراهام سمرة في الكلمة التي ألقاها إلى العدائيات التي واجهت الشعب الإريتري في السنوات 20 الماضية والتصدي لها، مشددا على القيام بعمل مضاعف في المرحلة الجديدة المبشرة للدفع بالبرامج التنموية. وأوضح بأن المجلس يعمل كجسر بين الشعب والحكومة بالاستماع إلى طلبات واستفسارات الشعب والتعليمات الحكومية وبحثها مع الجهات المعنية. وذكرت تقارير لجان المجلس بأن خدمات دكاكين الأمانة تسهم في الاستقرار المعيشي للشعب. وأوصى المجلس في مؤتمره 21 تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لتحسين الحياة المعيشية للشعب والاهتمام بنقص المواصلات والعمل الجاد، الدفع بالعملية التعليمية وصيانة المدارس المتواجدة في وضع مقلق. وقال حاكم الإقليم الأوسط السيد فلسهية حيلة في ختام المؤتمر إن صيانة الطرق والقيام بدراسات المياه الجوفية في 5 قرى وتنظيم أنشطة نفير واسعة لحماية التربة وحفظ المياه وتأهيل مسؤولو الأعصام والمدراء في القيادة بالتعاون مع مركز الكفاءة المؤسسية وتطوير منتزهات أسمرة من بين البرامج التي ستنفذ هذه السنة. وقدمت وزيرة العدل فوزية هاشم توضيحا في المؤتمر حول المهام العامة للوزارة وبرامجها لهذه السنة. قدمت إدارة الإقليم الأوسط بالتعاون مع وزارة التعليم والاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا جائزة في توراري ل 236 طالبا، بينهم 231 طالبة أحرزوا نقاطا عالية بلغت 95% في امتحانات الشهادة الوطنية المتوسطة خلال العام الدراسي 2021-2022. وأوضح مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلايح جابر في المناسبة التي جرت في 8 أبريل في قاعة الإقليم الأوسط أن التفوق التعليمي نتاج المعلم وجهد الطالب ودعم الأسرة. من جانبه أوضح ممثل فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلين أن الجائزة تدفع الطلاب لمزيد من التميز التعليمي وتخلق المنافسة الشريفة. وقال الطلاب أن تفوقهم التعليمي جاء لجهدهم ومتابعة المعلمين وأولياء الأمور. عقد شباب الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في أوروبا مؤتمرهم 17 في مدينة فيينسا الإيطالية يوم 7 من أبريل. شارك في المؤتمر أكثر من 500 شاب من إريتريا وأوروبا وأمريكا وكندا وأفريقيا. وأوضحت رئيسة فرع شباب الجبهة الشعبية في أوروبا الشابة راحيل سيوم في افتتاح المؤتمر بأن قوة تنظيم الوعي أساس فعالية البرامج الوطنية، داعية المواطنين عامة والشباب خاصة لتقوية التنظيم. من جانبه أوضح رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين موجهات العمل والتنظيم الفاعل لمشاركة أكبر في وقت يشهد فيه الإقليم والعالم تغيرات متسارعة. شهد المؤتمر مناشط فنية وثقافية.
تقوم وزارة الزراعة بتشجيع الزراعة الطبيعية باستخدام السماد والمبيدات الطبيعية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والشركاء. وأوضحت الوزارة القيام بأبحاث المبيدات المستخرجة من أشجار النيم وتدريب الخبراء والمزارعين عليها. وأوضحت مسؤولية وقاية النباتات في الوزارة السيدة الأولى مكنن أن المبيد الحشري المستخرج من ثمار النيم يضاهي في الفعالية المبيدات الكيميائية ويمكن صناعته بمختلف الوسائل. وذكرت إجراء التجارب على زيت النيم كمبيد حشري في البطاطا والقمح في البلاد، وبالإمكان الاستفادة من بقايا زيت النيم في السماد الطبيعي. وأشارت إلى العمل الجاري بهدف توسيع استخدام ثمار النيم في المبيدات الحشرية. يقوم سكان مديرية حقات بأنشطة نفير واسعة لحماية التربة وحفظ المياه منذ شهر يناير الماضي في الأراضي الزراعية. وأوضح المشرفون على النفير بأن العمل يأتي مواصلة لأنشطة السنة الماضية بهدف رفع الإنتاج الزراعي. وأوضحوا بأن السنة الماضية شهدت أنشطة نفير استمرت ل6 أشهر بمشاركة أكثر من 50,000 شخص سخرت لبناء المدرجات والحواجز المائية وصيانة الطرق. عقد سيمينار في ضاحية عد حديد في مديرية سجنيتي للمزارعين وخبراء الزراعة وأعضاء قوات الدفاع حول زراعة البطاطا الحلوة وطهيها. وتناول السيمينار الذي أشرف عليه خبراء من المكتب المركزي لوزارة الزراعة تناول الزراعة وأساليب الطهي البطاطا ومكوناتها الغذائية. وأوضحت خبيرة الغذاء المتكامل السيدة ترحس يماني وخبيرة تنمية الخضروات السيدة تبره قايم أن البطاطا يمكن زراعتها في التربة الرخوة والمناخ المعتدل. وأكد مسؤول الزراعة في مديرية سجنيتي السيد إياسو أسفاو على العمل لتنمية البطاطا استفادة من موارد المديرية. ودعا مدير مديرية سجنيتي السيد عبد القادر حاج علي للمشاركين لتطبيق التنوير المقدم في السيمينار ونقله إلى الآخرين. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائيات الإرثية، لكن بعد الفاصل. على الصعيد العالمي، أمرت حكومة تشاد السفير الألماني غوردن كريكيه بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، وذلك بسبب المواقف التي تفتقر للكياسة وعدم احترام التقاليد الدبلوماسية. وقال المتحدث باسم الحكومة عزيز محمد صالح في بيان إن الحكومة تطلب من يان كريستيان غوردون كريكيه السفير فوق العادة والمفوض الجمهورية ألمانيا الاتحادية مغادرة الأراضي السيادية خلال 48 ساعة. من جهته قال مصدر في الخارجية الألمانية لوكالة الأنباء الفرنسية أن الأسباب التي دفعت حكومة تشاد إلى إعلان السفير الألماني في نجاة مينا شخصا غير مرغوب فيه غير مفهومة أبدا. وعين كريكيه سفيرا في تشاد بعد أن شغل مناصب مماثلة في النيجر وأنغولا والفلبين، كما كان ممثل ألمانيا الخاص لمنطقة الساحل. أعلنت الصين أنها بدأت تدريبات عسكرية ل3 أيام في مضيق تايوان. وقالت قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني إن سارها السيف الاتحاد المتحدة ستستمر من 8 إلى 10 أبريل وهدفها الاستعداد القتالي. وفي بيان للجيش قال المتحدث باسم المسرح الشرقي الكولونيل شي جي إن المناورات ستشمل تدريبات دورية للشرطة في مضيق تايوان. وأضاف أن هذه العمليات هي بمثابة تحذير صارم ضد التواطؤ بين القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان والقوة الخارجية وضد أنشطتها الاستفزازية. ولم يتم تحديد الموقع الدقيق لهذه المناورات، ويبلغ عرض أضيق جزء من المضيق بين الساحل الصيني وتايوان حوالي 130 كيلومترا. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع التايوانية في وقت لاحق أن 8 سفن حربية و42 طائرة مقاتلة صينية رصدت حول الجزيرة، وعبرت عن إدانتها الشديدة لمثل هذه الأعمال غير
العقلانية، مؤكدة أن السفن والطائرات عبرت الخط المتوسط في مضيق تايوان. أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارا جديدا على غواصة نووية مسيرة في أحدث رد على المناورات الأمريكية لكوريا الجنوبية. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن معهد أبحاث علوم الدفاع الوطني في كوريا الديمقراطية أجرى اختبارا على نظام سلاح استراتيجي تحت الماء بين 4 و7 من أبريل. وأضافت أن الغواصة النووية المسيرة هيل ثو أجرت محاكاة تحت المياه قطعت خلالها مسافة 1000 كيلومتر. وأشارت الوكالة إلى أن السلاح انفجر بدقة تحت الماء، لافتة إلى أن هذا الاختبار يثبت موثوقية نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية الفتاكة. كانت كوريا الشمالية أعلنت في 23 من مارس عن أول اختبار لهذه الغواصة التي قالت إنها قادرة على شن هجوم نووي يمكنه التسبب بسونامي إشعاعي واسع النطاق عبر انفجار تحت الماء. الخبر الأخير في هذه النشرة: شهد 2 من أهم الموانئ في الولايات المتحدة شيئا جراء عدم كافي من عمال الرصيف إلى العمل بحسب ما أعلن ممثل عن شركات الشحن. ونظمت نقابة عمال الرصيف ما قالت إنه إجراءات منسقة لمنع العمل في الموقعين بحسب بيان صادر عن رابطة المحيط الهادئ البحرية التي تمثل ناقلي الشحن. ويأتي هذا في إطار نزاع طويل الأمد بين نقابة عمال الرصيف وناقلي الشحن متعلق بالأجور وأتممة المعلومات. وبحسب البيان فإن هذا أدى إلى الإغلاق الفعلي لميناء لوس أنجلوس وميناء لونج بيتش، أكبر بوابة للتجارة البحرية في الولايات المتحدة. نهاية النشرة، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. مجلس الإقليم الأوسط يعقد اجتماعه الدوري. تقديم جائزة في توراري للطلاب المتفوقين في الإقليم الأوسط. انعقاد مؤتمر شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في أوروبا. جاء تأمر السفير الألماني بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. الصين تبدأ مناورات عسكرية في مضيق تايوان هدفها الاستعداد القتالي. وكوريا الشمالية تعلن إجراء اختبار آخر لغواصة نووية مسيرة. هكذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، وشكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.